ونروح بعد كده للمركز الثاني مع الشرير الأيقوني في عالم الأفلام دارث فيدر من أحد أقوى سلاسل الأفلام عبر التاريخ ستار وورز. أشهر الأشرار في عالم الأفلام حسب رأي النقاد، وكمان هو المركز الثالث في قائمة أعظم 100 شرير في عالم الأفلام حسب تصنيف المعهد الفيلم الأمريكي. الشرير اللي ظهر في 6 أفلام تقريبا أو أكتر في واحدة من أقوى سلاسل الأفلام في التاريخ حسب قائمة توب 7 لأقوى سلاسل الأفلام. يعني صاحبنا مش حاجة بسيطة، ده غير انه ظهر كمان في مسلسلات كرتون ستار وورز من كتر ما هو ايقوني ويعتبر الى حد ما الشرير الرئيسي للسلسلة. طبعا الشرير الرئيسي ده اللي سيطر على انيكن وحوله للجانب المظلم لدارث فيدر، اللي اصلا ما كانش شرير في الاول بل انه كان من صفوة محاربي الجداي وكان له مستقبل واعد جدا، لكن علشان بدأ يبص الوحدة بدأ واحدة يتحول لشرير ويقعد يقتل ويصفي في محاربي الجداي اللي كان واحد منهم، حتى انه قتل اصحاب له من كتر ما بقى اعمى لغاية ما يتهزم هنا وينقذه سيد الشر في السلسلة من الموت بتحويله للشكل المظلم ده اللي بقى ايقوني في عالم الافلام والكرتون والالعاب كمان. وبالرغم من انه في ممثلين كتير لعبوا دور الشخصية الا ان الصوت هو نفسه بسبب اللي اتحط على رئته، صوته بالزي ده اشهر من النار على العلم. المهم بانه من ساعتها وهو تابع للامبراطورية وبيحارب المتمردين، حتى انه هيحارب ابنه لوك في اكتر من مناسبة، وحواراته مع ابنه ايقونية، وغالبا كمان مع الاميرة ليا بنته. مش عارف ومش مقتنع انها بنته لاني لا اتفرجت على السلسلة ولا ناوي اشوفها، لكن ده لا يقلل ابدا من السلسلة ولا من شخصياتها الايقونية زي صاحبنا اللي معانا في المركز ده مثلا.